الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الوجود بمنته وأظل كل العالمين بفضله وبرحمته، فمن اهتدى لضوئه عرف الطريق لجنته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قصة يا إخواني جميلة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مفادها: أبو عبد الله بن المبارك كان يعمل في بستان، فأراد البستاني أن يطلب من المبارك رمان، فقال: يا مبارك ائت لنا برمان حلو. فذهب مبارك وأتى له برمان، فلما ذاقه صاحب البستان قال: يا مبارك ألم أقل لك ائت لنا برمان حلو؟ قال: يا سيدي لم أعرف الحلو من المر. قال: يا مبارك أما تذوقه أما تذوقت؟ قال: لم تسمح لي يا سيدي. فتعجب، فنادى صاحب البستان على الصبية الذين يعملون معه في البستان، فقال: أما رأيتم مبارك يذوق الرمان ويأكل منه؟ قالوا: بلى يا سيدي، والله لم نرى في يده رمانة قط. كاد البستاني أن يجن، كيف يعمل في البستان منذ زمن ولم يذق الرمان؟ فعلم أنه ورع، فقال: لعلك قد علمت ورعه فسأختبره في دينه. قال: يا مبارك عندي بنت كسر خطابها، فلمن يا مبارك أزوجها؟ قال: يا سيدي أن اليهود يزوجون للمال، والنصارى يزوجون للجمال، والعرب يزوجون للحسب والنسب، والمسلمون يزوجون للدين، فزوجها صاحب خلق ودين. قال: يا مبارك لقد وهبت لك ابنتي وزوجتك ابنتي، ووهبت لك المزرعة بما فيها. الله أكبر. تورع الرمانة واحدة فرزقه الله بأفضل منها المزرعة بما فيها. ليس الأمر هكذا يا إخواني في الورع والتقى؟ ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. لقد أنجب من ابنة صاحب البستان ولدا ملأ الدنيا علما وورعا في زمانه، وهو عبد الله بن المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الورعين، من المتقين، من العابدين. اللهم اجعلنا من المخلصين لك يا رب العالمين، وتقبل منا واغفر لنا ولإخواني أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.